السلام عليكم، ويلكم باك. صحة رمضانكم وربي يتقبل منا ومنكم صالح الأعمال. المهم جبت شي بطاطا قصيتها كيما راكم قاعدين تشوفوا، درت دجاج كيف قصيتو طراف طراف. بعد ما قصيتها ندخلو في فصل إشاري ورجعنا من فصل إشاري. المهم قليت البطاطا، وبعد ما تكملت البطاطا قلات لحتها في صحنة وبديت نقلي في اللحم. بعد ما تقلى اللحم وزدت لهم شوية تاع صوص طوماط، درت فيه شوية فلفل كحل ودبشة وثوم وشوية توابل تاع اللحم. المهم وزدت له شويه تاع ما، خليته 40 دقيقه على نار هاديه قسمه ولا خاثر كيما نقولنا، وتهز طعمه مليح تاع التوابل. ومن بعد بديت اني نرتب فيهم في المول. حطيت المول مدهون بشويه تاع زبده من التحت، درت فيه البطاطا تاعي من الفوق، وزدت عليهم شويه تاع فرماج. ومن بعد درت له اكل اللحمات هذوكا تاع زدر، ولحت عليه هيك لاصوص طوماط وخليته. السلام عليكم، ويلكم باك. صحة رمضانكم وربي يتقبل منا ومنكم صالح الأعمال. المهم جبت شي بطاطا قصيتها كيما راكم قاعدين تشوفوا، درت دجاج كيف قصيتو طراف طراف. بعد ما قصيتها ندخلو في فصل إشاري ورجعنا من فصل إشاري. المهم قليت البطاطا، وبعد ما تكملت البطاطا قلات لحتها في صحنة وبديت نقلي في اللحم. بعد ما تقلى اللحم وزدت لهم شوية تاع صوص طوماط، درت فيه شوية فلفل كحل ودبشة وثوم وشوية توابل تاع اللحم. المهم وزدت له شويه تاع ما، خليته 40 دقيقه على نار هاديه قسمه ولا خاثر كيما نقولنا، وتهز طعمه مليح تاع التوابل. ومن بعد بديت اني نرتب فيهم في المول. حطيت المول مدهون بشويه تاع زبده من التحت، درت فيه البطاطا تاعي من الفوق، وزدت عليهم شويه تاع فرماج. ومن بعد درت له اكل اللحمات هذوكا تاع زدر، ولحت عليه هيك لاصوص طوماط وخليته.